في زمن الملك إمنمحات الرابع آخر ملوك الأسرة 12، كانت الكمة تمر بعصر من الغموض، حيث اختفت شمسرع عن سماء طيبة لأيام، وانتشرت إشاعة بأن الآلهة غاضبة بسبب سر دفن في أعماق المعبد السابع المحرم، مع تابوت لا يفتح إلا بدم الملك نفسه. في أحد ليالي الشتاء اجتمع كهنة المعبد مع الملك الشاب ذي العينين الكهرمانيتين والملامح المصرية الصافية، وقال كبيرهم: يا إمنمحات، إما أن تواجه اللعنة أو تهرب منها، فاختر طريقك. لكن الملك لم يكن من نسل الجبناء، فجمع حاشيته وأمر برحلة عبر الصحراء الغربية، حيث تخبأ أسرار الأجداد تحت كثبان لا تطأها الأقدام. ومع كل خطوة واجه الجنود رؤى غريبة وتماثيل تتحرك في الظل، وصوت امرأة تبكي عند كل فجر. لكن إمنمحات بثباته كان يرد: إن لم أكمل الطريق فدماء الملوك باطلة. وفي عمق أحد السراديب اكتشفوا خريطة قديمة تشير إلى العين الخامسة، حجر كريم يقال إنه يمنح الحاكم نور البصيرة. لكن الحماية عليه كانت سحرا فرعونيا لا يكسر إلا إن قدم الملك أعز ما يملك.